مش قادر اتخيل ان ضربة جزاء اتحكمت في مصير جيل ذهبي للنادي الاهلي حرفيا، وعدم لعبه نهائي كاس الانتر كونتيننتال مع ريال مدريد لابطال القارات. حرفيا كان هيكون جيل ذهبي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وانا حزين جدا ان الزمالك بقاله موسمين دلوقتي ما بينافسش في دوري ابطال افريقيا ولا بيوصل له، وانا كزملكاوي نفسي ان الزمالك يوصل كاس عالم. سعيد بالسيطرة المصرية على البطولات الإفريقية، زمالك بطل كونفدرالية، أهلي بطل دوري أبطال إفريقيا، زمالك بطل السوبر. سعيد حرفيا بتنافس أكتر من لاعب داخل مصر، سواء الشحات أو زيزو أو مصطفى شوبير على لقب الأفضل داخل القارة. سعيد بتنافس الأهلي والزمالك على لقب أفضل نادي داخل القارة. وانا سعيد جدا ان انا عندي لاعب بحجم زيزو ان هو دلوقتي يترشح لاحسن لاعب داخل القاره الافريقيه. حزين ان حسين الشحات ما كسبش لقب افضل لاعب داخل القاره وهو بتيشيرت النادي الاهلي. وانا في حاجه عايز اتكلم عليها، ان احنا نفسنا يعني ما يبقاش في بيننا تعصب، يعني اللي يكسب كماتش اهلي وزمالك نقول له هارد لك، الخسران نقول له هارد لك، والكسبان نقول له الف مبروك. نفسي يحصل توأمة بين الاهلي والزمالك زي بروسيا والبايرن، ناخد من عندكم احمد سيد زيزو ونديكم يوسف ايمن وهكذا. واحنا ناخد من عندكم حسين الشحات وناخد من عندكم شوبير ونديكم صبحي وعواد. اهلاوي وزملكاوي اصدقاء، وشجع فريقك ولا تخسر صديقك.